ألف مبروك للنادي ريال مدريد، النادي رقم واحد في العالم اللي بيقدم كرة جميلة. ممكن يقع فترة لكن تلاقيه على طول بيجيله صحوة كبيرة وبيكتسح كل الفرق وكل البطولات. وده اللي بيعمله ريال مدريد السنة دي. كسب فالنسيا 4-0 في الدوري الأسباني وبيأكد الصدارة بتاعته. وزي ما قال النجم الكبير امبابي اللي أحرز جونين في المباراة ديت، بيأكد وبيقول اللي احنا إن شاء الله قادرين نجيب كل البطولات، لأنهم عاملين إعداد قوي جدا مع بعضهم ومع الفريق. وريال مدريد زي ما احنا شفنا ان هو عم مقدم كرة حلوة، والسنة اللي فاتت كان عنده دروب كبير قوي قوي قوي. ده كان نتيجة ضعف في بعض المراكز، كان خط الدفاع والجناح الايسر والوسط والهجوم. هو عالج خطوط كتيرة قوي قوي، بس بصراحة تحس كده اكن الفريق بقى ايه، زي ما بنقول باللغة بتاعتنا العامية جعان كورة. ريال مدريد بقى نفسه مفتوحة للفوز والهجوم وبيلعب كرة هجومية قوية جدا. عشان كده السنة دي ظهر بشكل تاني خالص. وبصراحة مدربه الجديد تشابي مقدم كده توليفة حلوة، مش ضعف في بعض المراكز وعمل تقوية ليها، لأ. تحس كده ان الفريق كله بقى منسجم مع بعضه وبيقدم كرة قوية وحلوة. نادي ريال مدريد السنة دي حاجة تانية خالص ومختلفة بالظبط، عكس السنة اللي فاتت اللي كان جاله دروب كبير جدا. وهي دي من سمات الفرق الكبيرة اللي هي تعرف ترجع بسرعة. لكن في بعض الفرق مجرد ما هي بتتهزم بس هزيمة واحدة بتنهار، ودي مشكلة كبيرة جدا، عشان يرجع صعب جدا. لكن الفرق الكبيرة عارفة انها ترجع ازاي. ممكن يحصل لها اخفاق سنة سنتين، لكن تلاقيه بيكتسح كل البطولات لعشرات السنين قدام. الفوز ما بيكونش وليد الصدفة على قد ما بيكون بتعب وجهد ومجهود وفريق ومجموعة كلها وتيم كبير بيقدم كورة حلوة وبيخدم بعضه البعض. مبروك لريال مدريد ونتمنى الفوز أكتر وأكتر.